ازاي تبقى مليونير من غير ما تحس؟ السر في 3 خطوات محدش بيقولك عليهم. في 3 خطوات لو عرفتهم النهارده هتدعي لي طول عمرك. الناس مش عايزه تكشف السر ده عشان مصلحتهم، بس انا هقولك عليه دلوقتي حالا. الناس كلها بتحلم تبقى مليونيرات، بس للاسف اغلبنا بيقعد يحلم وهو قاعد مكانه. يا ترى انت هتفضل كده؟ لا طبعا. تعالوا اقول لكم بقى على 3 خطوات بالسهل كده ممكن تغير حياتك. اول حاجه، استثمر في نفسك الأول. عارف يعني إيه؟ يعني بدل ما تصرف فلوسك على حاجات ملهاش أي 30 لازمة، اشتري كتب، خد كورسات، اتعلم حاجة جديدة مجانا على اليوتيوب، وفي كتب مجانية على جوجل. في واحد كان شغال في محل بقالة، بدأ يتعلم اونلاين ازاي يعمل تسويق الكتروني. دلوقتي عنده شركته الخاصة وبيكسب أضعاف مرتبه القديم. افتح مشروعك وانت نايم. ازاي وانت نايم؟ اقول لك. النت فتح لنا ابواب ما كانتش موجوده قبل كده. جرب تعمل مشروع اونلاين زي بيع منتجات او حتى قناه يوتيوب. في شاب كان بيصور فيديوهات بسيطه عن الاكل اللي بيحبه، النهارده عنده ملايين المتابعين والشركات بتتخانق عشان تعلن معاه. 3. اصرف قليل واكسب كتير. الناس دايما بتجري ورا الفشخره، بس هل الفلوس اللي بتصرفها في حاجات ملهاش لازمه هترجع لك؟ لا طبعا. خلي عندك عقلية المستثمر مش المستهلك. مثال بسيط، بدل ما تشتري موبايل غالي استثمر في مشروع صغير. واحد تاني بدأ يبيع اكسسوارات موبايل اونلاين وحقق مبيعات خيالية في 6 شهور بس. في النهاية يا صاحبي، الفلوس مش هتيجي لحد عندك، انت اللي لازم تتحرك وتعمل حاجة جديدة. ابدأ النهاردة، جرب حاجة مختلفة، وافتكر ان الفلوس بتحب اللي يعرف يديرها صح. والسر مش انك تكسب كتير، لا، السر انك تحافظ على اللي كسبته وتكبره. يبقى ايه؟ هتفضل تتفرج ولا هتبدأ تتحرك وتبقى المليونير اللي بتحلم بيه؟ لو عجبك الكلام ده اعمل له شير مع اصحابك وعرفهم الطريق اللي ممكن يغير حياتهم، ويمكن يبقى سبب ان حد فيهم يبقى مليونير زيك.